السلام عليكم، كراكم لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه وخطيره وبمكون كاين في كل دار، خصوصا احنا في شهر رمضان، وهذا المكون ما تيخطا حتى شي مائده رمضانيه سواء في المغرب او في بلدان اخرى. فاي وحده عندها وقف الحال، عندها تعطيل في الأمور، عندها تعطيل في الوظيفة أو في الأرزاق، أو معطلة عن الزواج، أو ما عندهاش الذرية، فبإذن الله بهذه الوصفة راها سهلة وبسيطة وتعالج وقف الحال إن شاء الله. هذه الوصفة أعطاها لي واحد السيد الله يكرمه ويطول في عمره، وبغيت نشاركها معكم، عسى الله أن ينفعكم. كنا تنهضروا تنديو نجيبوا في الهضرة، فجبدنا مواضيع. دائما نتحدث عن مواضيع العصر، يعني أي واحد جالس يهضر، هذا عنده مشكلة، هذا باغي شي حاجة، هذا شي واحد عنده في العائلة عنده مشكل، فتنبقاو نهضروا حتى تيجينا الحل بإذن الله الواحد الأحد من أحد الناس اللي فاهمين وقارين ودارسين في أمور الشريعة، في أمور الدين، وعندهم ثقافة كبيرة في هذا المجال. فهاد الشيخ عطاني هاد الوصفة بالنسبة للدراري اللي باغيين الخدمة، واخا انهم قاريين وواعيين وعندهم دبلومات، عندهم دراسة عليا، ولكن للأسف باقن ما تيخدموش، أو الناس اللي عندهم محلات وتيحلوا ويخدموا ولكن للأسف الرزق محدود، والبنات اللي وصلوا لواحد السن من العمر ولكن مازال ما تزوجوش، رغم أننا تنعرفوا بأن الزواج هو قسمة ونصيب، وأنه رزق من الله، ومن اللي ربي تيكتبوا فراه تيكتبوا واخا تكوني تحت الأرض، لكن غير هو خاصنا نمشيو ونديروا الأسباب وندعو الله والكمال لله عز وجل. وأيضا اللي باغية الذرية أو ما تتولد شيء أو تتكون حاملة وتيطيح لها الجنين إلى آخره، فدير هذا العلاج راه زوين وسهل وبسيط. بما أننا كما قلت في رمضان وتنفطروا تنفرقوا الصيام بالتمر، فهذه الوصفة للناس المحبين التمر. لكن لطفا وليس امر لمن غير مشترك في القناه يشترك معنا، يدعمنا بلايك وترك التعليقات اسفل الفيديو واستفساراتكم حول هذا العلاج او هذه الوصفه الربانيه الجميله. وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش توصلكم اشعارات القناه وكل ما هو جديد ومفيد باذن الله الواحد الاحد الصمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غادي ناخذ كميه اللي غادي تكفينا من التمر، كمية اللي ما تبقى لنا من رمضان، يعني كل يوم غادي نحتاجوا 7 تمرات. فشوفوا اليوم حنا في النهار ال11 من رمضان، شوفي شحال بقى من رمضان، غادي تاخذوا 7 تمرات لكل يوم. لكن بالنسبة للناس اللي ما تقدروش على التمر ياكلوا 7، فخذي التمر بعدد فردي اللي قدك، مثلا 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات. فغادي ناخذوا التمر، غادي نديروا في طبق، وغادي نوضوا اولا نكونوا على وضوء وعلى طهارة، غادي نصليوا ركعتين بنية قضاء الحاجة، ومن بعد نقربوا هذيك الطبق اللي فيه تمر الفم ديالنا، وحنا في مجلسنا غادي نقراو عليه هذه الصور ان شاء الله. لكن النية اللي غادي تقراوها على التمر كل واحد ونيته، اللي باغي يتزوج غيقرا عليها بنية الزواج، اللي باغي الوظيفة غيقراها بنية الوظيفة، وهكذا. إذن غنقربوا تمر الفم ديالنا وغادي نقراو عليه أولا سورة الفاتحة 7 مرات، سورة الكافرون 7 مرات، سورة ياسين مرة، سورة مريم مرة، سورة الواقعة مرة، وسورة الشرح 3 مرات، ثم أواخر سورة البقرة 3 مرات من بداية وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. كلك يقين وإيمان بأن الله غادي يرزقك الزوج الصالح أو يقضي حاجتك مهما كانت هذه الحاجة. وكل نهار تناول 7 حبات من التمر على الريق، تجد ما يرضيك بإذن الله. أنا أفضل 7 تمرات، حاولوا 7 تمرات اللي تاكلوا في الإفطار،
وما مهمش نوع التمر، والسكري ولا تمر المجهول ولا أي نوع من التمر، المهم 7 تمرات قبل الإفطار أو بعد الأذان إن شاء الله، واستمروا عليها طوال ما تبقى من رمضان إن شاء الله. كما قلت بيقين تام وبإخلاص كامل وبإيمان بالله عز وجل أن الله سيسهل أمرك وييسر طريقك ويرزقك الزوج الصالح ويفتح نصيبك ويعطيك الذرية الصالحة. وقبل النوم دائما نقرأ الآية الآتية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نكرر هاد الآيتين بزاف المرات حتى يدينا النعاس. وهاد الآيتين عندنا واحد الموضوع إن شاء الله غادي نديروه للزواج، فهو خطير ولكن تستعمل في النصف من رمضان إن شاء الله، فتابعوني حتى توصلوا دائما بالجديد ديالي. فهاد الوصفة اللي عطانا الشيخ ديالنا راها فعالة وخطيرة وزوينة، تتعالج وقف الحال وتتسهل الأمور وتتيسر الطريق أمام الناس اللي باغي الوظيفة، اللي باغي الرزق، اللي باغي الزواج، اللي باغي الذرية بإذن الله الواحد الأحد. هذا كل شيء لليوم. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعوا مع الشيخ ديالنا وتدعوا معايا، وتقبل الله صيامكم وجعلكم من عتقائه من النيران. وديروا النية يا البنات، ديروا النية يا الدراري معنا، وإن شاء الله ربي ما غاديش يخيبكم. ولطفا وليس أمرا أرجوكم أن تعملوا شير وتنشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعله. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. تنبغيكم بزاف، إلى الملتقى وصحة فطوركم. السلام عليكم.